ساعات المتدخلين، لكن حالة التشنج الموجودة خارج القاعة تدل على واقع الحال، على واقع قتل الضمير، على واقع نفي الآخر بالوسائل المسموعة لديكم الآن وقد تتحول إلى وسائل أخرى. هذه مأساتنا، مأساة منطقتنا الجغرافية، مأساة انتمائنا الحضاري، مأساة انتمائنا التاريخي. أي حرية ضمير نتحدث إذا كانت هذه التصرفات هي المهيمنة وهي السائدة وهي التي تحاول أن تفرض الإرادة بكل السبل وكل الطرق. ننتقل من كلمة الرقي، من كلمة اللطافة التي اتخذ بها مرسال صديقنا مرسال والاستيفاء إلى جانب الواقع المثير للجدل الذي أثره المتدخل. عندما أتكلم على حالة الجزائر أنا أتكلم عن جميع الحالات، ليست حالة بعينها. واقع حالنا في الجزائر هو واقع حال المغرب وحال تونس، وأخطر هو واقع حال ليبيا وواقع حال سوريا. خلينا نرجع إلى الالتزام المفروض علي كأستاذ جامعي، وأشير في حالة الجزائر أن هناك فرق جوهري بين النص الذي يقنن إلى حرية الضمير ويعطيها مسافات للتنقل بين هذا وذاك، بين هذا الرأي وذاك. الدستور الجزائري والقوانين العضوية ذات الصلة بهذا الموضوع تتميز برقي لا مثيل له إذا قسنا بالحالة التي شاهدناها الآن. لنرجع إلى واقع حقوق الإنسان في علاقتها بحرية الضمير. بعض الزميلات الموجودين عندي هنا في هذه القاعة من الجزائر الذين يعيشون واقع الحال بكل مآسيه. النقطة التي يمكن إبرازها بقوة أن وسائل والنضال من أجل حقوق الإنسان لا زال في ما يعرف بالقضايا الكبرى، حقوق المرأة، حقوق الطفل إلى غير ذلك من الحقائق المعروفة. لكن حرية الضمير لم نصل لحد الآن إلى المواجهة الحقيقية التي تفرضها علينا اللحظة التاريخية الآن. لدي التقرير السنوي للجنة العليا لتقييم حقوق الإنسان في الجزائر، فهو تقرير أخير وآني لسنة 2013، وهو آخر تقرير لا يشير في أي فقرة من الفقرات إلى حرية الضمير. بينما واقع الحال الموجود هناك قضايا كبرى مطروحة في الجزائر، هي مسألة التحول الديني الكلي والجزئي. لا نذهب في تحليل موضوع ما هو المقصود بالتحول الكلي، أي الانتقال من ديانة توحيدية إلى أخرى. وأصبحت بعض مناطق الجزائر توصف ويشار لها بهذه إشكالية التحول، على أنها مجموعات أو مجموعة وطنية خرجت على الإجماع الوطني القائم على
الوحدة الدينية والمذهبية. هناك ما يسمى بالتحول الديني، وهي أسباب سياسية بالمطلق، وفي علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية، وهو التحول من المعتقد أو العقيدة الأشعرية ذات المرجعية المالكية إلى الشيعة، وهو تحول نضالي وليس تحول عقائدي. أشير هنا أنه تحول نضالي مرتبط بما حققته خاصة المقاومة في لبنان. هناك واقع حال يتعلق بمحاولات نقد تصرفات التطرف الديني الموجودة في المجتمع الجزائري، ونذكر هنا حالتين أو ثلاثة. الحالة الأولى، هناك سيدة مناضلة في حزب سياسي غير معتقد، ونسميها فقط حركة غير معتمدة، وهي حركة بركات. قامت بتقييم حالة السلوك الديني المرتبط فقط بالأذان، وكل ما طلبت به هذه السيدة هي إعادة ضبط صوت الأذان في فترات مهمة من اليوم. فكانت الصحافة الجزائرية، وهنا نتكلم على حرية الصحافة إلى أي حد قد تتحول حرية الصحافة إلى ضد الحرية في حد ذاتها، فكانت محل هجوم وتهجم. أنا لا نذكر الأسماء هنا احتراما لكم واحتراما لأصحاب القضية، وكفرت بواسطة الخطاب الصحفي الجزائري الذي يحمل من فكر التفتح إلا القشور، لكن في حقيقته هو دعوة إلى الظلامية الصريحة. وبناء على هذا الخطاب الصحافي أصبحت السيدة خارج الملة وأخرجت من الملة. هناك قضية أخرى تمت في الغرب الجزائري، وهي مجموعة من الشباب حاولت أن تعبر عن رؤيتها الدينية من خلال ممارسات وسلوكات معينة، وخاصة في شهر رمضان. فكان القانون الجزري، وتحولت السلطة من حامية لحرية الضمير إلى قامعة له في هذه القضية بالذات. وهناك قضايا أخرى ممكن ذكرها، والاسترسال في ذكر مآسيها، لكن نتيجة لضيق الوقت نبقى نشير في الختام أن حالة الجزائر هي تطبيق للوضع القائم الذي عشناه في هذه اللحظة في هذه القاعة. قد تتحول نتيجة لموقف أو عرض لحال إلى خصم، إلى إنسان خارج الملة وخارج حتى الانتماء الإنساني للفضاء التي تنتمي إليه طبيعيا وحضاريا وتاريخيا. وبهذا نتوقف لأن الوقت ضيق، ونترك الكلمة للأصدقاء.